السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معانا كده كوباية من المية الدافية، مش السخنة يا جماعة، دافية، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة ونص من السكر، ومعلقتين كبار من صلصة المعلبة. وبعد كده هنزل عليها بكوباية الا ربع من الزيت، وهدوبهم كويس، وهنزل بمعلقة ممسوحة من الملح، ومعايا نص كيلو من الدقيق هنخله كويس جدا. وبعد كده هعجن العجين زي ما انتوا هتشوفوا كده. طبعا بقى ان بيتك كده بالخير، وريحه العجين كده في البيت بتبقى ريحته طعمه وتحفه بجد يا جماعه. طبعا الافران دلوقتي بقت الحاجه كلها غاليه، انت بقى نص كيلو هتعملي كميه كبيره جدا. بعد نص ساعه بقى من التخمير هفردها زي ما انتم شايفين كده بالفراده. ولو ما عندكيش بقى القطاعه المدوره دي زي حالاتي، اعملي بالكوبايه، مفيش مشكله خالص، ما توقفيش نفسك عن اي حاجه. انا حشيتها جبنه، انت بقى ممكن تحشي بقى جبنه، ممكن تحشي زيتون، تحشي بسطرمه، تحشي لحمه مفرومه، براحتك خالص. بصوا كده، هنزل كده بدي جبنه اسطنبولي اللي في العلب، وهقفل عليها بقى زي القطايف بالظبط، بس هقفلها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحطها في الصاج من الحته اللي احنا لسه قافلينها. هسيبه برده نص ساعه تاني تخمر. وبعد كده بقى هجيب معلقتين كده من اللبن، هدهن الوش، وهحط عليها حبه البركه وشويه من السمسم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هدخلها الفرن حوالي من 10 ل 12 دقيقه، برضو على حسب الفرن بتاعك. واول ما تطلع هغطيها عشان تبقى تفضل طريه. بصوا الجمال، تحفه. بصي بقى من جوه الجبنه عامله ازاي، هي طبعا الجبنه سايحه شويه عشان هي كانت لسه سخنه. يا رب الوصفه تعجبكم.